تخيلوا معايا قصر محاصر، المخازن خاوية، وجيش كامل واقف على الباب كيتسنى غير الدقيقة باش يدخل ويقضي على كل شيء. وفي هاد اللحظة اللي فاش فقدوا رجال الآمال، ناضت مرا بوحدها وبحيلة ذكية ما طاحت على بال حتى واحد. قلبات الموازين كاملة، كيفاش عجينات الخبز هزمات جيش مسلح. هذه حكاية السيدة اللي غلبات الحصار بالعقل وماشي بالقوة. القصة كترجع لواحد القايد قاسي حاصر واحد القصر فيه الناس آمنين لشهور طويلة، قطع عليهم الماء وحتى الماكلة، والناس الداخل صافي فقدوا الآمل، مبقى ليهم غير شوية دقيق وشوية الشعير، والموت كدور بيهم من كل جهة. الرجال الداخل بغاو يستسلموا، ولكن هنا غتخرج وحدة من أذكياء القصر. مرا شافت بلي الاستسلام ماشي هو الحل، وقررت تلعب بالنفسية ديال الجيش المحاصر. جمعات كاع الدقيق اللي بقى في المخازن وبقات كتعجن وتصاوب الخبز، بزاف الخبز في الوقت اللي الناس كتموت بالجوع. الرجال قالوا ليها: واش هبلتي؟ واش هذا وقت الخبز؟ قالت لهم: سكتوا وتبعوا معايا الخطة. هزات داك الخبز كامل وهو باقي سخون ورماتو من فوق السور ديال القصر نيشان لعند العساكر اللي محاصرينهم برا. العساكر فاش شافوا الخبز كيطيح عليهم بكثرة وباقي سخون تخلعوا، مشاو كيجريو عند القايد ديالهم وقالوا ليه: هاد الناس راه محاصرين شهور وباقي عندهم كثرة الماكلة لدرجة كيرميوها علينا سخونة. هادو إلا بقينا هنا غنموتو حنا بالبرد والجوع قبل ما يستسلموا هما. القايد تيق القلب، وفي ديك اللحظة أمر الجيش ديالو يجمعوا الخيام ويهربوا، وهكذا بفضل خبزة وذكاء مرة نجاو آلاف الناس بلا ما تخسر حتى نقطة ديال الدم.